بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة الجماهير والكورة. يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. أهلا بكل محبينا في مصر وفي الوطن العربي، وفضلا وليس أمرا لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك للفيديوهات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا ننتقل لخبرنا النهارده. طبعا في تقارير طالعة كتيرة جدا الفترة اللي فاتت ديت إن في لعيب اهلاوي كبير هينتقل لنادي الزمالك. كلنا عارفين ان امام عاشور انتقل للنادي الاهلي، ودي صفقه قويه جدا وصفقه القرن. طبعا نادي الزمالك عايز يرد بكل قوه اللي اي لعيب اهلاوي يجي الزمالك، فنادي الزمالك شايف ان لازم يرد بكل قوه على صفقه امام عاشور، الصفقه اللي النادي الاهلي قدر اللي هو يخطفها من نادي الزمالك، وصفقه القرن وصفقه جماهيريه كبيره جدا. طبعا كل الكلام اللي طالع لنا الفتره اللي فاتت ديت انتقال نجم كبير من النادي الاهلي الى النادي الزمالك، وطبعا كل الناس مش عارفه مين هو النجم ده، وانا النهارده اقول لكم مين النجم الكبير اللي هو مضى الاهلاوي لنادي الزمالك. طبعا النجم دوت ما بيلعبش في النادي الاهلي اصلا حاليا، وبقاله فتره حوالي سنتين او 3 مش متواجد في النادي الاهلي، او نجم هي عقده هيخلص والزمالك هيتعاقد معاه. لا، النجم ده بيلعب في نادي فيوتشر وهو ناصر ماهر. ناصر ماهر بالفعل مضى لنادي الزمالك رسميا، بس بيتبقى لنادي الزمالك يخلص مع نادي فيوتشر. فهل هيقدر نادي الزمالك يدفع لنادي فيوتشر في عز لنادي فيوتشر طلباته غاليه جدا في بيع اللعيبه؟ وهل دي فعلا هتكون يعني صفقه مقابل نادي الزمالك، يعني هيرد القلم للنادي الاهلي في صفقه امام عاشور؟ انتوا شايفين يعني كجماهير اكتبوا لي في التعليقات هي دي فعلا هتكون صفقه هترد على صفقه امام عاشور، وهل هيكون فعلا اضافه لنادي الزمالك ولا لا؟